قصتنا اليوم نشرتها جريدة ميل أونلاين البلجيكية عن اليهودية العجوز السبعينية اللي تدعي بأنها أميرة مغربية. مشت المحكمة البلجيكية للحصول على اختبار حمض نووي للإثبات بأن والدها الملك الحسن الثاني، وتدعو العائلة الملكية بالمغرب للخضوع لهذا الاختبار للاعتراف بأن والدها الملك الحسن الثاني. حسب روايتها هي تقول بأن أمها اللي اسمها فريحة بن زاغن لما كان عمرها 17 سنة وكانت تشتغل بائعة بمغازة في الدار البيضاء، كانت على علاقة بالملك الحسن الثاني، وتم ترحيل جان بن زاغن هذه لما كانت طفلة صغيرة من المغرب إلى بلجيكا، ونشأت عند عائلة حاضنة لغاية السن 18، وهاجرت لإسرائيل والتحقت بالقوات الدفاعية الإسرائيلية. وتقول كذلك بأنه عملت اختبار حمض نووي، واتضح بأنه الاختبار هذا والدها اللي مذكور في بطاقة الولادة اللي اسمه راؤول جوسار ليس والدها بيولوجي، لكن جذورها ترجع إلى شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. وعينت المحامي المعروف في بلجيكا اللي اسمه ماركودندال ربح القضية ضد ملك بلجيكا ألبرت مع مواطنة بلجيكية اللي اسمها دلفين، وخضعوا إلى اختبار حمض نووي وربح القضية، وصارت هذه دلفين الأميرة دلفين. نرجع جان بن زاغن تقول حسب روايتها بأن جدتها كانت تحكي لها، تقول بأنه لما كانوا يجربوا السيارة الملكية كانوا ياخذوا أمها اللي اسمها فريحة بن زاغن مع ولي العهد ذاك الحسن الثاني لكي يجربوا السيارات الملكية، وكان يجي يزورهم في الدار وكان يعطيهم الفلوس والأكل. ولما كان يجي ليزورهم كان يجي في السيارة المرسيدس الملكية. حسب الاختبار الحمض النووي اللي عملته تقول بأنه والدها المذكور في بطاقة الولادة اللي اسمه راؤول جوسار ليس والدها بيولوجي، لكن عملت اختبار آخر كذلك واتضح بأن جذورها ترجع إلى شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. وحسب المحامي متاعها ماركودندال يقول يبدو بأنه الملك الحسن الثاني أجر هذا راؤول جوسار لكي يغطي عليه، لأنه في وقت حفل الزفاف هذا لم يكن راؤول جوسار موجود، بل كان موجود في السويد. راؤول جوسار توفى في 2001. لكن الملك محمد السادس يرفض الاختبار الحمض النووي ويرفع قضية ضد جان بن زاغن، قضية ابتزاز. وحسب ما ذكرته كذلك الصحيفة البلجيكية بأن الملك الحسن الثاني كان في مع قصة حب مع ممثلة فرنسية اللي اسمها تشيكا شورو من سنة 56 إلى 61. وهذه هي قصتنا اليوم، وتصبحوا على خير، وإن شاء الله عجبتكم، وتصبحوا على خير.